انك تكون انسان واعي ما كافيش تقول على راسك تغيرتي، والدليل هو انك صنعتي استجابه واعيه من قبل وسميتيها انتصار، حيت حسيتي بالوقع ديالها عليك ومن بعد رجعتي طحتي. هنا شنو درتي؟ بنيتي استجابه واعيه، برافو عليك، ولكن ملي طحتي رجعتي لحلقات التفكير القديمه وبديتي على راسك تاني. اشنو هاد التناقض اللي كنعيش فيه؟ واش كنكذب على راسي؟ حتى لهنا كنقول لك هنيئا لك، راك ما غلطش، وكنتكلم معاك عن تجربه وما كنجاملكش حيت ما كنعرفكش. علاش؟ حيت الدماغ ما كيتغيرش بالقرار، كيتغير بالتكرار في نفس السياق. اعطيني عقلك وركز معايا مزيان، حيت هادشي اللي غادي تسمع قليل اللي كيهضر عليه بهذه الطريقه. شي شخص قرر انه ما غاديش يبقى يطلب الاهتمام من الاخر، وبين قوسين هذا القرار صحيح وكنشجع عليه. قال مع راسو من دابا للقدام اللي بغى يبقى في حياتي مرحبا، اللي ما بغاش يبقى الله يسهل عليه. النهار الاول وصلوا ميساجات مكالمات شافهم وبدل ساعه اخرى. هنا دار استجابه واعيه اللي خلاتو يحس بالقوه وصلابه الشخصيه. النهار الثاني نفس السيناريو، ولكن هذه المره هو اللي رسل رساله لشي واحد وللاسف تجاهلو. وهنا فين كيطيح الاغلبيه في المحظور. فين طاح؟ مشى شاف شكون شاف ستوريات، رجع فتح الواتساب، دخل يشوف اخر مره امتى كان اونلاين، ومن بعد كتطلع معاه واحد السخونيه ما كيفهمهاش منين جات. وفي عوض انه يوقف نصف ثانيه باش يفهم، لا، هو كيبدا يبرر عن طريق جلد الذات. انا فشلت، رجعت لنقطه البدايه. ولكن الحاجه اللي ما عرفش هو انه ما فشلش. اللي وقع بالضبط هو ان الدماغ ديالو كان واقف بين جوج برامج. برنامج قديم تخزن في الجهاز العصبي، هو حلقه التفكير القديمه اللي دوينا عليها، وبين البرنامج الثاني الجديد اللي كيتبنى اللي هو الاستجابه الواعيه. يعني في ديك اللحظه ماشي فشل، غير الدماغ ديالك دار واحد السويتش ورجع للمود اوتوماتيك. وهنا فين كيطيحوا بزاف الناس في الفخ، كيحاكموا راسهم على الرجوع حيت اصلا هادشي اللي كيعرف يدير، وماشي يذنبوا من جهه اخرى حيت هاد الاليات تكونات في مرحله لا واعيه منه. ما كيشوفش الايجابيه في داك الرجوع اللي كان ابطا واقصر واكثر وعي من قبل. وحتى علم الاعصاب كيشرح هاد الاليه بوضوح. المسار العصبي ما كيتبدلش حيت درتي فعل جديد غير مره ولا زوج، كيتبدل حيت درتيه ورجعتي طحتي وعاودتي نطتي في نفس اللحظه بشويه وعي اكثر، وبالتالي انت في مرحله بناء شبكه عصبيه جديده. واش عرفتي شنو هو الوهم الحقيقي؟ هو انك تقول لراسك خصني نبقى ثابت من اول تجربه ديالي. ما تنساش انك انسان كتدرب، يعني الاستجابه باش تكون فعاله ما كتخلقش من قرار واحد، كتخلق من انك ملي كل مره تطيح توقف وتقول هاد الشيء ما سميتوش طيحه، سميتو تدريب. همسات ما كتبيعش لك وهم القوه، كتعلمك كيفاش تبنيها وسط الرجوع. والسلام عليكم.